اكتر حاجة ممكن تضيع منك فرصة اللوتري انك تقدم وانت فاهم معلومة غلط، لاني لاحظت ان في ناس كتير جدا بيكون عندها نفس الاسئلة ونفس القلق ونفس اللخبطة. ناس كتير جدا سألتني امتى التقديم يفتح، وناس تانية بتسأل فين الموقع اصلا، وناس كمان بتسأل هل لازم كل افراد الاسرة يكون معاهم جواز سفر وقت التقديم ولا لا. وفي ناس وصلت لمرحلة ان هي مش خايفة من الرفض قد ما هي خايفة من غلطة صغيرة جدا تضيع كل حاجة. في الفيديو ده انا قررت اجمع كل الاسئله اللي الناس كلها تقريبا سالتها لي في الفتره اللي فاتت من ساعه ما عملت الفيديو اللي فات من حوالي اسبوعين تقريبا عن التعديلات الجديده اللي حصلت على اللوتري الامريكي. وقررت ان انا ارد تقريبا على كل الاسئله اللي جات لي بطريقه بسيطه جدا عشان تبقى فاهم انت محتاج ايه بالظبط ومين يقدر يقدم وايه هي الاخطاء اللي انت لازم تبعد عنها من دلوقتي. ولو انت حاسس ان الموضوع ملخبط فاطمن، لان غالبا سؤالك هيكون موجود هنا في الفيديو ده. اتاكد ان انت تسمع الفيديو للنهايه علشان خاطر لو عندك سؤال انا ما ردتش عليه تقدر تسيبه لي في التعليقات تحت الفيديو. اول حاجه السؤال اللي بيتكرر بشكل مرعب هو التقديم امتى اصلا. ناس كتير جدا بتسال امتى التسجيل في اللوتري بيبدا او امتى اللوتري هيفتح، هل فعلا في موعد واضح؟ وفي ناس تانية بدات تقول هل ممكن يحصل 2 لوتري في سنه واحده، او هل ممكن يتلغي اللوتري اللي فات ونخش على شهر 10 على طول. وده بيوريني ان اكبر مشكله مش في الشروط، المشكله ان في ناس كتير اصلا مش عارفه بتبدا منين. وعشان كده اول نقطه لازم تبقى واضحه قدامك دلوقتي قبل ما تفكر في جواز السفر او في الصوره او في البيانات، لازم تبقى متابع الموعد الرسمي والموقع الرسمي. لان اكبر خطأ انك تعتمد على كلام متداول او اشاعات او توقيتات ناس تانية بتقولها من عندها. فاجابه السؤال ده انه حتى الان لسه اللوتري الامريكا ما فتحش بشكل رسمي انك تسجل فيه، والعلم عند الله امتى هيفتح. ما تخليش حد يقول لك ان هو هيفتح اخر الشهر ابريل، اخر شهر 5 هيتاجل لحد شهر 10. كل الكلام ده اشاعات، لسه محدش يعرف امتى اللوتري بالظبط هيفتح. وده يدخلنا على السؤال اللي بعده مباشره، فين الموقع؟ ناس كتير جدا بتقعد تسالني بكل بساطه فين الموقع، فين الرابط بتاع الموقع. وده سؤال مهم جدا، لان اول خطوه صح في ان انت تقدم على اللوتري بتاعت امريكا هي انك ما تدخلش على مكان غلط وخلاص. لان للاسف في ناس كتير بتدخل على مواقع غلط او صفحات مش رسميه، او حد يبعت لهم رابط وهو مش عارفين اذا كان ده صح ولا غلط. انا عاوزك بنفسك تكتب في جوجل اللوتري لامريكا 2027، تقريبا اول او تاني موقع هيطلع لك هو ده موقع التقديم. ولو الموقع باللغه الانجليزيه، لانه طبعا اكيد هيكون باللغه الانجليزيه، تقدر تترجمه باللغه العربيه علشان خاطر تتاكد اذا كان هو الموقع بتاع التقديم ولا لا. ده بالاضافه الى ان انا هسيب الموقع بتاع التقديم في وصف الفيديو ده. فلو انت ناوي تقدم على اللوتري اول ما تفتح لازم تبقى دقيق جدا من اول لحظه، مش مجرد ادخل على اي لينك وخلاص. لان التقديم نفسه سهل، لكن السهوله دي هي اللي بتخلي ناس كتير قوي تتساهل، ومن هنا بتبدا المشاكل. طيب بعد ما عرفت انك لازم تتابع الموقع الرسمي والرابط الصح، بيجي السؤال اللي عامل قلق لتقريبا كل الناس، وهو السؤال المتعلق بجواز السفر. وده يمكن اكتر موضوع اتكرر في التعليقات عندي على السوشيال ميديا كلها، سواء الفيسبوك او اليوتيوب او التيك توك. ناس كتير قوي بتسال هل ينفع اقدم بدون باسبور، وناس تانية بتسال جوازي مثلا في التجديد ومحتاج شهرين، وناس تانية بتسال جوازي هينتهي في اكتوبر هل هيكون في مشكله ولا لا، وناس تانية سالتني انا جواز سفري طلعته من فتره هل محتاج ان انا احدثه ولا لا. وفي ناس مشكلتهم كمان مش في جواز السفر نفسه، مشكلتهم في التوقيع اللي بيكون على جواز السفر او في الصفحه المطلوبه او في طريقه رفع الملف على الموقع. كل ده بيوضح ان الناس مش محتاجه اجابه سريعه وخلاص، الناس محتاجه ان هي تفهم ان جواز السفر ده مش مجرد ورقه انت بترفقها مع الابلكيشن وخلاص. جواز السفر في الوقت الحالي هيكون نقطه حساسه جدا، لان اي اختلاف في البيانات او اي سوء فهم في الصفحه المطلوبه او اي رفع للبي دي اف بتاع الصوره بتاعه جواز السفر تكون بشكل غير صحيح ممكن يعمل لك توتر وممكن يخلي الملف بتاعك يترفض. في ناس تانية سالت هل صوره الجواز السفر لازم تكون بي دي اف، هل الصفحه الاولى بس، او هل الصفحه اللي هي عليها التوقيع بس؟ طيب على حد المعلومات اللي عندنا حتى الان هي لازم الصفحه الاساسيه اللي فيها البيانات الرئيسيه بتاعتك هي اللي هتترفع على الموقع بتاع اللوتري لما يجي يفتح، والصفحه دي خليها بي دي اف علشان خاطر تقدر ان انت تعمل لها ابلود بشكل صحيح. وكمان لازم تكون صفحه واضحه جدا، يعني كل البيانات اللي فيها مقروءه، ما تكونش مهزوزه او ما يكونش البيانات اللي فيها مش مقروءه. وعلى ما اعتقد هم مش عايزين اكتر من صفحه، بس انت ممكن تصور الباسبور بتاعك كله وتخليه في بي دي اف واحد، اهم حاجه تكون مساحته صغيره عشان الموقع يقدر ان هو يستقبله. والسؤال اللي بيقول هل الجواز السفر ممكن يعوض الصوره الشخصيه، الاجابه لا. الصوره الشخصيه دي حاجه، دي صورتك انت الشخصيه، وجواز السفر دي صوره الباسبور نفسه، صوره جواز السفر نفسه. فاكيد صوره جواز السفر مش هتعوض الصوره الشخصيه. فاللي انا عايزك تبقى فاهمه دلوقتي انه انت ما ينفعش انك تخلط بين مستند ومستند، يعني ما ينفعش تقول يمكن صوره جواز السفر تحل محل او
تقوم مقام الصورة الشخصية، أو يمكن أرفع أي نسخة وخلاص، لأن في الإجراءات اللي زي دي التفاصيل الصغيرة مش بتكون تفاصيل فعلا، دي بتكون أصل الموضوع. والأهم من ده كله إن في ناس كتير قوي عندها مشكلة خاصة جدا بس لقيتها متكررة قوي في التعليقات. ناس كتير قوي بتسألني أنا مش موقع على الباسبور بس هو ساري، أو اللي بيقول لي عملت الباسبور وأنا قاصر فمفيش توقيع، أو اللي عنده اختلاف بسيط في كتابة الاسم بين البطاقة والباسبور. كل الأسئلة اللي زي دي تدينا رسالة واحدة، إن الدقة أهم من السرعة. بلاش تمشي بتفكير المهم ألحق أقدم وخلاص، الحقيقة دلوقتي إنك لازم تقدم صح، لأن الغلطة هنا مش هتكون مجرد تايبو أو خطأ كتابي بسيط، الغلطة هنا ممكن تفضل معاك للنهاية في ظل التشديدات القوية جدا اللي احنا موجودين فيها في الوقت الحالي. وبما إننا بنتكلم عن المستندات لازم ندخل على نقطة تانية ناس كتير قوي سألتني عنها، وهي النقطة بتاعت الصورة الشخصية. هل الصورة المطلوبة صورة شخصية عادية 4 في 6 أو خلفية بيضاء؟ هل أقدر أصورها بالموبايل؟ هل لو حطيت مكانها صورة جواز السفر ده هيكون كفاية؟ والسؤال الأشهر اللي جالي إيه هي قياسات الصورة؟ وده طبيعي جدا لأن الصورة من الحاجات اللي ناس كتير قوي بتستهين بيها، بس اللي أنت ممكن تكون ما تعرفوش هو إن كل الأسئلة دي إجاباتها موجودة على الصفحة الرسمية بتاعت وزارة الخارجية الأمريكية، بس للأسف بيكون في ناس كتير بتبقى مش عايزة تدور بنفسها على الحقيقة ومستنية إن حد يجي يديها المعلومة على طبق من ده. للأسف بعض الناس بتتعامل مع الصور كأنها صور عادية لأي معاملة عادية، لكن هنا أنت محتاج تبقى فاهم إن المطلوب بيكون دقيق جدا، والمواصفات لازم تتراجع كويس قوي بنفسك، ويفضل إنك ما تعتمدش على كلام حد ولا على التخمين. نيجي بقى للنقطة الأهم في الفيديو ده، هل مطلوب جوازات السفر لكل أفراد الأسرة ولا للمتقدم بس؟ ده حرفيا من أكتر الأسئلة اللي اتسألت لي. الإجابة على السؤال ده إن مش لازم كل أفراد الأسرة يكون معاهم جواز السفر في وقت التقديم، لازم المقدم الرئيسي بس هو اللي يكون معاه جواز السفر، وكمان الابلكيشن لسه ما فتحش، فانا برضو هنا مش هقدر اجزم انه الكلام اللي انا بقوله ده ممكن يكون صحيح. لما الابلكيشن نفسه يفتح ممكن يبان فيه مثلا خانه انه انت لازم تطلع صوره جواز السفر او ترفع صوره جواز السفر بتاعه افراد الاسره بتاعتك. لو انت هتقدم انت مثلا كمقدم الطلب وزوجتك واولادك اللي هم اقل من 18 سنه هيكونوا معاك في نفس الطلب، ممكن اداره الهجره او ممكن وزاره الخارجيه لما تيجي تصدر الابلكيشن الجديد تقول فيه انه لازم الصوره الشخصيه لكل افراد العيله. ففي الوقت الحالي لازم صوره جواز السفر بتاعه مقدم الطلب فقط، ولكن الافضل طبعا ليك ولاسرتك ان انتوا كلكم تكونوا عاملين جوازات سفر ساريه، وتكون ساريه على الاقل لمده 6 شهور قدام. و6 شهور قدام دي 6 شهور من وقت عمل الابلكيشن مش من دلوقتي. عايز اوضح نقطه مهمه قوي هنا، لانه بعض الناس بتفكر ان ذكر افراد الاسره ده اختياري، لكن الحقيقه ان ملفات الاسره دي في التقديم لازم تتفهم بحذر شديد جدا، لان اي نقص او تجاهل او ادخال خاطئ للمعلومات هيأثر على كل المعاملات اللي انتوا هتعملوها بعد كده في المستقبل، لما يجي الشخص ده يكسب في اللوتري ويبقى ياخد الجرين كارد ويبقى ياخد الجنسيه وهيبقى عايز يقدم لافراد اسرته مثلا ان هم يجوا امريكا، فهيسالوه انت ليه ما ذكرتهمش في اول ابلكيشن خالص بتاع اللوتري، وممكن يعتبروا ان المساله دي مساله احتيال. ومن نقطه الاسره دي نروح لنقطه الجنسيه والدول، وده ملف كبير جدا في التعليقات عندي. اكملنا طبعا في دول كتير دلوقتي من موضوع حظر اصدار الفيز، فالناس كلها تقريبا متلخبطه، هل اليمن محظوره من التقديم؟ هل موريتانيا محظوره من التقديم؟ هل المغرب؟ هل الجزائر؟ هل السودان؟ هل مصر؟ وهل وجود حظر على دول معينه معناه ان مواطنين هذه الدول ما يقدروش ان هم يقدموا؟ الاجابه هنا الصريحه جدا، مفيش اي بني ادم ممنوع من التقديم، التقديم ده مكفول للجميع، اي حد من اي دوله عليها حظر او مش عليها حظر يقدر يقدم يعني يقدر يملى الابلكيشن ويقدر ان هو يبعت الابلكيشن. انما بقى لما يجي يتم مثلا ان انت تكسب اللوتري وتيجي بعد كده تقدم على الخطوه الثانيه بتاعه الفيزا، وتيجي بعد كده تاخد الفيزا او تحضر المقابله بتاعه الفيزا نفسها، لو كان لسه الحظر موجود ساعتها ممكن يكون في كلام تاني، لو كان الحظر اتشال ساعتها ممكن يكون في كلام تاني. انما مفيش اي بني ادم خالص محظور من التقديم نفسه، اي حد يقدر يقدم. وزي ما انتم كلكم شايفين حاجات كتير قوي عماله تتغير بين يوم وليله، دلوقتي في حظر 50 دوله، بكره في حظر 70 دوله، بعده ممكن ما يكونش في حظر خالص. فانت ما تضيعش الفرصه عليك قدم على اللوتري. عايز تقدم انك تجيب والدك، تجيب والدتك، تجيب اخوك، تجيب اختك، تجيب قرايبك اللي هو موضوع لم الشمل، عايز تقدم على الجنسيه، محدش ممنوع من التقديم خالص. كل الاسئله اللي زي دي بتقول ان الناس كتير قوي عندها قلق كبير جدا من نقطه الاهليه او من نقطه التقديم. الناس مفكره انه طالما في حظر على الدول يبقى خلاص ما قدمش، طالما في حظر ما الحظر ده ممكن يتشال بكره، ويبقى انت كده ضيعت على نفسك فرصه التقديم او فرصه ان انت تاخد البينفيت ده. انا مش عايز اطول في النقطه دي كتير لان هي تعتبر نقطه بديهيه جدا، وخليني اخش في النقط اللي وراها على طول. في نقطه تانية برضو ظهرت كتير قوي في التعليقات، هو شرط اللغه الانجليزيه. ده سؤال مهم جدا لان ناس كتير قوي مش عارفه موضوع التقديم على اللوتري بتاع امريكا، بتخاف من الفكره نفسها بسبب
باللغة. فاللي أنا عاوز أقوله في النقطة دي إنه حتى الآن ما فيش شرط للغة الإنجليزية عشان خاطر تقدم لللوتري، ما فيش شرط للغة الإنجليزية حتى لو كسبت اللوتري، فاللغة الإنجليزية مش شرط للتقديم أو حتى للحصول على الفيزا بعد كده في المستقبل لو أنت كسبت اللوتري دي. في ناس تانية سألتني عن الدراسة، الناس الكتير اللي موجودة دلوقتي في الثانوية العامة مثلا، أو اللي لسه بيدرس أو اللي عنده شهادة مؤقتة، لو حد أقل من 18 سنة ممكن يكون موجود في الابلكيشن بتاع والده أو والدته، فخلي بالك من النقطة دي كويس عشان ما تعملش أنت ابلكيشن بنفسك وأنت سنك أصلا مش مؤهل إن أنت تعمل الابلكيشن بنفسك. وده كله يورينا حاجة مهمة جدا جدا جدا، إن اللوتري بتاعت أمريكا مش مجرد ابلكيشن أنت بتملاه وخلاص، اللوتري بالنسبة لناس كتير قوي هو أمل، وعشان كده كل تفصيلة صغيرة بتفرق، المؤهل ممكن يفرق، كتابة الاسم صح أو غلط هتفرق، ترفع صورة جواز السفر بتاعتك هتفرق، تدفع طبعا الدولار هتفرق. وده سؤال برضو جالي على موضوع دفع الدولار، ازاي ادفع الدولار؟ لازم يكون مع حضرتك فيزا سارية وعليها فلوس عشان تقدر تدفع بيها الدولار، او تخلي حد تاني هو اللي يدفع لك الدولار ده، وطالما حد تاني هيدفع لك الدولار يبقى هذا الحد او هذا الشخص لازم هو اللي يعمل لك الابليكيشن عشان خاطر يقدر ان هو في الخطوة بتاعة دفع الدولار يقدر ان هو يدفعها لك. ولكن صدقني الموضوع مش مستاهل لكل ده، تقدر ان انت تعمل الابليكيشن بنفسك وتدفع الدولار بنفسك وما تحتاجش لمساعدة اي حد خالص. وفي نوعية بقى تانية من الاسئلة بتكشف حجم التوتر الحقيقي اللي عند الناس، زي موضوع السؤال اللي جالي كتير قوي بيقول لي هل التقديم 90 دقيقة فقط؟ هل موضوع دفع الدولار ده لكل شخص في الأسرة؟ وده للأسف بيوضح ان اول ما بتنتشر معلومة واحدة بس غلط بتنتشر زي النار في الهشيم، والناس بتبدأ تبني عليها قلق كبير جدا، واحد بيقلق من الوقت وواحد بيقلق من طريقة الدفع. اللي انا عايز اقوله في النقطة دي ان دفع الدولار بيكون على الطلب الواحد على الابليكيشن نفسه مش على عدد افراد الاسرة. وعشان كده النصيحة الاهم اللي انا عايزك تطلع بيها من الفيديو ده النهاردة ان انت ما تبنيش قرارك على ان في حظر او ان في تعليق او اشاعة سمعتها من حد تاني مثلا او من فيديو تاني او حتى معلومة ناقصة. لازم تبقى مجهز كل حاجتك بنفسك وما تديش فرصة لنفسك ان انت اصلا تتوتر. واصعب تعليق بصراحة جالي بقى هو التعليق اللي ما لا يتعلق بالصورة ولا بجواز السفر ولا بدفع الدولار ولا بكل ده. ده كان تعليق عن شخص قلقان من المقابلة في السفارة نفسها، وده بيورينا ان الناس ملخبطة جدا بين موضوع التقديم وبين موضوع المقابلة قدام السفارة. في الاوقات العادية التقديم على اللوتري بيكون في شهر اكتوبر من كل سنة، والنتيجة بتاعة اللوتري بتكون في شهر مايو السنة اللي وراها، فانت عندك بتاع 5 6 شهور ممكن الدنيا كلها تتغير فيه، وبلاد تخش في حظر وبلاد تطلع من حظر. المهم انه بعد ما النتيجة بتظهر في شهر 5 بتبدأ تجهز الاوراق لحد لما توصل للخطوة بتاعة المقابلة في السفارة، ودي انت معاك فيها كمان 6 7 شهور مثلا. فانا عايز اقول للناس كلها اللي قلقانة من موضوع المقابلة في السفارة والكلام اللي زي ده، الكلام ده خطوة بعيدة دلوقتي. انت دلوقتي اقلق على موضوع التقديم نفسه، ازاي هتقدم، وما تقوليش تاني ان انا هقدم ولا لا، لان التقديم مكفول للجميع. لو انت وصلت لحد هنا في الفيديو فانت بالفعل احسن من ناس كتير قوي، لانك بتثبت لنفسك ان انت مش ماشي بعشوائيه، انت بتحاول تفهم قبل ما تتحرك، وده في حد ذاته شيء مهم جدا جدا. لو في حاجه انا ما غطيتهاش في الفيديو ده اكتب لي في التعليقات وانا احاول اعمل فيديو جديد على كل التعليقات اللي هتجيلي، او ارد عليك بشكل سريع لما يكون عندي وقت. انا عندي فيديوهات كتير هنا في القناه عن كل حاجه تقريبا تخص السفر والهجره والمعيشه في امريكا. الفيديو ده هو اللي اليوتيوب مختاره ليك دلوقتي، ممكن يكون هو الفيديو المهم بالنسبه لك في الفتره اللي جايه. شكرا جدا جدا لمتابعتك، اسف على الاطاله واتمنى لك كل التوفيق.